مدرب المنتخب الصربي اتصل على سافيتش وميتروفيتش وقال لهم تعالوا للمنتخب في معسكر في مباريات فحضروا عندي الله عليهم. سافيتش وميتروفيتش ردوا عليه قالوا له ما احنا جايين. قالوا ما احنا جايين، قالوا له احنا مصابين وخلال فترة التوقف نبي نستغل الفترة هذه لعلاج الإصابات. طبعا يا جماعة لا حد يقول انتم متخاذلين هذول ما يروحون مع منتخبهم، التولي يوم الزحف ابدا ما له شغل، ما له شغل. بس هنا يبدا شغل عقلية اللاعب الناضج اللي يعرف انه هو اصلا مصاب، فاذا راح بتزيد اصابته فيحتاج اصلا فترة راحة. لانه بشكل بسيط عزيزي المشاهد ميتروفيتش وسافيتش من مباراتين من الجولتين الاولى في الدوري لاعبين وهم مصابين، وممكن الاغلب لاحظ ان سافيتش قاعد يتوجع من عضلة القدم وميتروفيتش قاعد يتوجع من ظهره. ليت بعض الناس يحسون من بس قالوا تعال المنتخب قام لك يدبي بيروح البرازيل. مع العلم عزيزي المشاهد ان نيمار قبل لا يروح المنتخب البرازيلي ذيك الفترة قبل لا تجيله الاصابة كان مصاب اصلا، كان عنده اصابة بسيطة في العضلات وراحت رجله. ايه يلا فاكتبوا لي كومنت خفيف لطيف مثلكم يا حلوين عن هذا الموضوع، ولا تنسوا انت على الماشي بصيبك ذا الصغير اللي جعل ما تمسه النار اضافه ولايك ما يضرتك. سلام عليكم.